الجمل ركن النيل فرع بورفؤاد، هل المكان حلو ويستاهل التجربة ولا لأ؟ ودي تجربة على مرتين، هنشوف تعامل الاستاف والأكل والأسعار عاملة ازاي. الفرع عند فندق هيلنان مكان شيك. أول تجربة المكان كان زحمة جدا، تقريبا كنا في العيد اليوم ده، فمش هنعلق على بطء الخدمة عشان الزحمة وكده. المهم طلبنا ايس كريم 4 أطعمة مختلفة، الايس كريم كان ظريف. طلبنا دونتس كانت حلوة وعجينة خفيفة، وكمان كابتشينو كان طعم القهوة كويس. واخر حاجة ام علي، ودي كان سعرها حلو بالنسبة للحجم ده، كانت حلوة وخفيفة ومش مسكرة بزيادة، كويسة على السعر ده. لما بتقعد تاكل او تشرب حاجة في المكان بياخدوا خدمة 12%. تاني زيارة بقى دي اللي كان فيها موقف كده مش حلو. رحنا يوم جمعة، المكان كان شبه فاضي، ومع ذلك اخد وقت عشان يجي حد ياخد الاوردر. كلمت 2 كانوا واقفين كده بقول لهم يعني عشان حد يجي ياخد الاوردر، محدش فيهم رد، ممكن يكونوا ما خدوش بالهم، فخلينا نفترض حسن النية. المهم طلبت مشروبين، واحد موهيتو، وانا قلت قبل كده طريقة عمل الموهيتو بتتعمل ازاي، وطلبت مشروب صودا سانشاين. نزل لي مشروبين مالهمش علاقه باللي انا طلبته خالص. السانشاين والسان رايز هما مشروبين المفروض قريبين من بعض، وفي بعض الطرق ممكن يبقى هما نفس المشروب. اسم سانشاين او سان رايز جاي من الوان الشمس وقت الشروق، فالعامل المشروب ده حضرتك شايف ان دي الوان شروق الشمس، بيبقى كده لون شفاف مع لمسه اخضر. انهي شمس دي؟ المشروب ده المفروض يبقى فيه لون احمر من سيرب رمان او فراوله مع صودا، وممكن يتضاف ليه شرايح ليمون ونعناع عادي جدا، وممكن كمان عصير برتقان. في ناس بتفضل تستخدم عصير برتقان في السان رايز، او ممكن يستخدمه في السانشاين عادي برضه. ايا كان في كل الحالات ده مشروب مختلف خالص، مش عارف ده اساسه ايه. الموهيتو كمان كان نازل نفس اللون بالظبط، باختلاف بقى في واحد السيرب فيه كان فوق وواحد السيرب فيه كان تحت، بس هو نفس اللون ونفس الشكل ونفس كل حاجه. فرحت مرجعه، قلت له انا عايز موهيتو يبقى بليمون ونعناع فريش. راح ورجع بنفس المشروب بس حاطط عليه شريحه ليمون صغيره كده من فوق. مش فاهم دي ايه اللي حصل، يعني ايه التغيير اللي انت عملته؟ طبعا لغايه كده مش مشكله، يعني عادي بتحصل اخطاء دي، وانت ممكن والله تقول له عدل او ارفض المشروب عادي. المشكله ان عامل المشروب مش عاجبه، وبيقول بصوت عالي يعني بيسمعني، بيقول لك السان رايز هو كده وما بتحطش فيه ليمون ونعناع، والموهيتو بيتعمل كده ليمون او نعناع سيرب مش فريش، وبيتكلم بطريقه مش حلوه. لو افترضنا ان انا كسبون كلامي غلط على فرض يعني، فالمفروض انت ما تقفش تجادل بالطريقه دي، هي مش خناقه مش معركه. ما بالك بقى ان هو غلطان ومش عارف شغله ومش عارف المشروبات بتتعمل ازاي. لو انت مش عارف يبقى تسكت مش تقاوح، وهنروح بعيد ليه؟ ده المنيو بتاع المكان اللي انت شغال فيه، ودي صوره الموهيتو. يا اما انت مش عارف شغلك، يا اما اللي عاملين المنيو مش فاهمين شغله. الويتر زميله اتدخل بسرعه واعتذر ولحق الموقف، راح نزل لنا طبق حلويات كنوع من الاعتذار. وده المشروب اللي انا ما رجعتوش، ودي كانت غلطه مني، بس انا سبت اي حاجه عشان نبلع بيها الاكل. المشروب من اسوأ ما يكون، شويه صودا عليهم سيرب خفيف قوي ما تدفعش فيهم 10 جنيه. المشكله ان هم بيشتغلوا بخامات كويسه، يعني انا شايف كل السيرب والبيوريه اللي عندهم مونين تقريبا، بس هي المشكله في اللي بيعمل الحاجه. وانا مش عارف اللي عمل المشروبات دي هو الباريستا الاساسي بتاعهم ولا لا، يمكن كان بيغطي مكانه، لان كل شويه بتشوف الناس كل واحد واقف في ستيشن مختلف. المهم طلبت فطيره كيري سجق حجم وسط، فهل دي تستاهل السعر ده؟ بصراحه تستاهل. كانت تحفة، عجينة خطيرة، توريقة مظبوطة، مليانة حشو، كمية سجق محترمة جدا، كل قطعة حتى الأطراف كان فيها سجق، طعم سجق ممتاز جدا، ومليانة كيري، وعلى الوش حاطين جبنة رومي، وغالبا الفلفل الأسود ده السليم من الجبنة الرومي، يمكن الجبنة الرومي زيادة شوية، بس فطيرة خطيرة تستاهل السعر ده، وحجمها كمان كويس. لو الفطيرة بتنزل كده بكمية الحشو دي زي ما هي على طول. احنا كلنا ربعها بس من كتر ما هي دسمة ومخدومة. المكان ظريف والحلويات والفطاير بتاعتهم تحفة، بس الفرع محتاج إدارة أفضل. انا طول الوقت ما شفتش مدير للمكان او مدير صاله او اي حد مسؤول خالص. واول ما نزلت الفيديو اللي فات اللي لمحت فيه عن موقف حصل مش حلو حصل في الفرع، جات لي الرساله دي، حد بعت لي رساله بيشتكي من التخبط واللخبطه بتاعه الاستاف، وفي كذا تعليق بيشتكوا من نفس الشكوى ان هي سوء تعامل للاستاف. مين بقى الشخص اللي عمل المشكله دي او مين الشخص اللي اتكلم كده مش مهم. انا مش عامل الفيديو ده عشان حد يتاذى في شغله او حاجه زي كده، انا عامل الفيديو ده نصيحه لاصحاب المكان او الاداره. لازم يكون في حد بينظم الموضوع، ولازم يبقى في تريننج احسن من كده للناس اللي ما عندهمش خبره او معلوماتهم غلط، وطبعا التعامل مع الزباين لازم يبقى باحترام اكتر من كده. حاجه اخيره، فرع بورسعيد اللي في المنشيه برضو حاجته تحفه، انا بجيب منه على طول، بس عندهم مشكله الازاز اللي موجود هناك مؤذي جدا للعين، بيعمل انعكاس جامد جدا للضوء، بس دي ملحوظه صغيره، بس يا ريت تاخدوا الحاجات دي كلها في الاعتبار. دي كانت تجربه الجمل ركن النيل. سلام.